انا عايز لما اضغط على البوتون تتحذف الكتابة اللي في الانتري زي كده اهو. كمان ممكن احذف عدد معين من الحروف مش الكل. تعالوا نشوف ازاي. احنا عرفنا ازاي بنعمل انتري وازاي بنعمل بوتون. انا هعمل فانكشن هي اللي هتحذف الكتابة اللي في الانتري. def clear وقوسين فاضيين ونقطتين فوق بعض. def ده عشان اعمل الفانكشن، وclear ده اسم الفانكشن انا مسميها clear، انت ممكن تسميها اي اسم. وبعدين هقول my entry dot delete 0 وإند. ماي انتري ده اسم الانتري اللي انا عاملها. دوت ديليت وبعدين هنا بيبقى فيه خانتين. الخانتين دول بحط فيهم بداية ونهاية الاندكس اللي انا عايز احذفه. يعني انا عايز احذف مثلا من الاندكس 0 الى الاندكس 2، من الاندكس 3 الى الاندكس 5 مثلا. يعني لو عايز احذف الكل بكتب من 0 الى اند، يعني من اول رقم الى النهاية. وبعدين هروح للبوتون هقول كوماند يساوي كلير. كده انا بقول للبوتون نفذ الفانكشن دي. تعالوا نعمل رن، هنلاقي في ايرور موجود. ليه بقى؟ عشان الدوت باك دي لازم تبقى في سطر لوحدها، ما ينفعش تبقى جنب البوتون او الانتري. ده في حالة ان انا بعمل الفانكشن بتاعة الكلير دي. نعمل رن ونكتب اي ارقام ونضغط على كلير، هنلاقيه بيحذف الكتابة. ممكن اقول له احذف من 0 الى 3، يعني هيحذف الواحد والاثنين والثلاثة. نضغط على كلير، فعلا حذف 1 و2 و3. لان دي رينج، الرينج اخر رقم فيها مش بيتنفذ. يعني الرينج دي من 0 ل 3، يبقى اللي هيتنفذ من 0 ل 2 بس، والثلاثة مش هتتنفذ. طيب هكتب 0 بس. في الحالة دي هيحذف لي اول رقم بس، هنلاقيه بيحذف اول رقم بس. لو كتبت 2 و5 في الحالة دي هيحذف 2 و3 و4 ومش هيحذف 5. تعالوا نجرب، نضغط على كلير، فعلا حذف 2 و3 و4.